مساء الخير، أهلا بيكو. يا رب الجميع يكون بخير. والنهاردة هنتكلم سوا عن موضوع مهم جدا، وهو إزاي إن التوأم هو بنفسه يا مطارد، يعني أنت بنفسك يا مطارد اللي بتبعد توأمك عنك. هنتكلم بالتفصيل في الموضوع ده، إن القصة كلها إن في ازدواجية. أنت المطارد عنده ازدواجية، والهارب كمان عنده ازدواجية. طيب مين اللي عليه إن هو يحل الازدواجية دي؟ هو المطارد. هو المطارد هو اللي بيحل الازدواجية دي، هو اللي المفروض إنه ينفصل عن الازدواجية دي، ويعرف إن هو في نعمة كبيرة جدا، وإن حتى فترة الانفصال اللي هو دلوقتي موجود فيها هي نعمة كبيرة جدا، لأن هو محتاج مساحة لوحده عشان خاطر يقوم بالعمل الداخلي المطلوب منه عشان يحقق الاتحاد الدائم. بدل ما كل شوية في رايح جاي رايح جاي، فكده موضوع مش هيستمر. فلو بقى المطارد في حالة إن هو فكك الازدواجية اللي هو فيها وتخلص من البرمجة والطاقات السلبية، في الحالة دي هيقدر إن هو يجذب توأمه. لكن هو بنسخته دلوقتي المشوهة دي، والتاني الهارب توأمه هو كمان في النسخة المشوهة دي، فبالتالي تشوه جذب تشوه، وهيظل الأمر كما هو. ففترة الانفصال دي نعمة كبيرة، بحيث ان يتم فيها تفكيك كل الازدواجية وتفكيك كل الامور المفروض ان هي تتفكك، والمفروض يجب بذل اقصى جهد عشان ما يكونش فيه مدة طويلة. و ازاي بقى ان النسخة المشوهة بتجذب نسخة مشوهة، وايه هي الحقيقة بتاعت ان يعني ان انتوا اساسا مش منفصلين، وان انتوا على طول مرتبطين ببعض. ايه بقى الموضوع ده ماشي ازاي؟ هقول دلوقتي. احنا في نسخة لينا هنا في البعد اللي احنا فيه ده، اللي احنا موجودين فيه ده. كويس. النسخة دي هي فيها برمجيات، فيها طاقات سلبية، فيها أمراض، فيها مشاعر سلبية، فيها حاجات كتير سلبية. كويس. في نفس الوقت احنا، يعني أنا مثلا ليا أحسن نسخة مني موجودة في أبعاد عليا. كويس. في البعد السادس مثلا. كويس. النسخة اللي أعلى مني، اللي هي أحسن نسخة مني دي، هي دي نسختي. لو أنا اتطورت، يعني لو أنا اتطورت وتطهرت، تطهرت كل أجسامي وتطهرت كل حياتي، أنا ساعتها هندمج، هعيد تاني الاتحاد مع أحسن نسخة ليا اللي هي في البعد السادس، اللي موجودة في البعد السادس. طيب التوأم، بما إن هما الاتنين واحد، يعني توأمك هو أنت، فنفس الشيء التوأم الحقيقي اللي موجود، اللي يجب إن هو بعد التطهير يتم الاتحاد معاه، هو التوأم اللي موجود في البعد السادس. يعني أنتي ليكي نسخة تانية موجودة في البعد السادس. البعد السادس ده هو توأمك الحقيقي بدون تشوهات، اللي هيتم الاتحاد معاه بعد ما تتم التطهير. طب مين اللي موجود دلوقتي في الحياة اللي احنا موجودين فيها دي؟ اللي موجود دلوقتي هي النسخة بتاعتك برضو، اللي انتي عليها قبل ما تعملي اي تطهير، او كل ما بتطهري بيتم التطهير الناحية التانية. فأصبح ان في نقيض لينا موجود في البعد السادس، وده انعكاسنا تماما.
لما بيحصل التطهير فبالتالي النسخة اللي موجودة في البعد اللي احنا موجودين فيه ده ساعتها بتتحد مع الأحسن نسخة ليها موجودة في البعد السادس، وهو ده هنا توأم الروح، وهو ده هنا التوأم الحقيقي. لكن النسخة اللي موجودة دلوقتي في البعد الثالث، البعد اللي احنا موجودين فيه أو البعد الرابع، ده نسختك المشوهة. نفس التشوهات اللي عندك هي نفس التشوهات اللي موجودة فيه. طيب مين اللي بيقوم بالعمل الداخلي ومين اللي بيصلح التشوهات دي؟ هو انتي اللي بتقومي بالعمل الداخلي، وانتي اللي بتقومي بتصليح التشوهات. وبما ان هو وعي واحد، فبعد شوية وقت بيبتدي ان الوعي ده كمان التاني يوصله، وهنا بيحصل الاتحاد بعد ما يتم الاتحاد الداخلي. بعد ما يتم الاتحاد الداخلي يبقى اللي موجود في النسخة دلوقتي البعد الثالث ده نسخة مشوهة. انت كل ما انت بتحطي عينك على البعد الثالث واللي موجود في البعد الثالث وتراقبي وتطردي الكلام ده كله، مفيش اي اتحاد هيحصل، لان فيها نفس التشوه بتاعك. وهي التوائم ما بيتجمعوش الا لما بيحصل التطهير تماما، الا لما بيحصل الاتحاد الداخلي، لما بيحصل التطهير. طيب ازاي احنا نوصل للتطهير ده؟ التطهير ده ان احنا نخلص من نحرر التشوهات اللي موجودة فينا، ان احنا نتوافق مع النسخة اللي موجودة فوق. النسخة اللي موجودة فوق دي ما عندهاش ظلم، ما عندهاش ذنب، ما عندهاش احكام، ما عندهاش برمجيات مجتمعية مغلوطة، ما عندهاش ازدواجية. مفيش وحش وحلو، مفيش ابيض واسود، مفيش ازدواجيه. وعي الوحده هي دي النسخه اللي موجوده في البعد السادس. هو ده التوأم الحقيقي. كل ما احنا قللنا من الازدواجيه، كل ما احنا خفضنا التشوه اللي موجود فينا، كل ما احنا قربنا من احسن نسخه لينا في كل حاجه بقى كمان. مش بس موضوع التوأم ده، انت بتطلعي لاحسن نسخه فيكي في حياتك، في شغلك، في المال، في كل العلاقات بتبقى خلاص علاقات روحيه، العيله الروحيه، يعني بيبقى كل جوانب الحياه بتترفع. اذا التوأم اللي موجود في التجسيد المادي دلوقتي في البعد الثالث ده هو نفس نسختك المشوهة، ومستحيل ان انتوا هتتقابلوا في حياة مستقرة طول ما في هذا التشويه وفي نفس التشوهات بتاعك. هي بتجذبك، في دايما مغناطيسية موجودة، عشان هي طبيعة التوائم في مغناطيسية ما بينهم، هي نسختك التانية، ففي جذب على طول ما بين الاتنين، وفي طاقة ما بينهم هما الاتنين، الطاقة دي حية ما بينهم هما الاتنين، فبالتالي على طول في جذب. ولكن احنا بقى بما اننا ناس واعية وناس عارفين المعلومة، فبالتالي احنا نبص لأحسن نسخة مننا اللي موجودة في البعد السادس، عشان خاطر نفس الشيء انت كمان لما تطلعي وتتحدي معاها، مش بتطلعي يعني اقصد ان انت لما الوعي بتاعك بيرتفع وتتحدي مع النسخة دي، فبالتالي ده كمان نفس الشيء بيحصل للتوأم، وهو كمان لان هو نفس الوعي، فهو كمان التوأم ده بياخد نفس الانعكاس بتاعك. انت طالما انت مشوهه، هو هيكون مشوه بنفس القدر التشوه اللي فيكي. عشان كده هو مش بيأذيكي، ولكن هو بيعكس لك الأذية اللي فيكي. طيب انت تشافيتي ورحتي للنسخة دي، فهو كمان هيعكس لك نفس ده. فانت التوأم اللي موجود دلوقتي في الارض، انت مش محتاجة خالص ان انت لا انت تتعاملي معاه، ولا انت محتاجة ان انت تطردي، ولا محتاجة أشواق، ولا محتاجة غلب، ولا مفيش خالص الكلام ده. انت محتاجة ان انت تتشافي وتوصلي لأحسن نسخة منك اللي موجودة في الأبعاد العليا.
وتسهّلي في موضوع التشافي، إن أنتِ تبذلي أقصى جهد عندِك وما تضيّعيش وقت عشان خاطر توصلي آآ أحسن نسخة منِّك، وبالتالي أحسن نسخة منِّك دي هتنعكس بعد ذلك في على علاقتِك بتوأمِك. لحد هنا كده خلاص بيكون الفيديو بتاعي انتهى، فأنا باشكركم جميعًا وتصبحوا على خير، مع السلامة.